القضية. السلام عليكم. موضوعنا في هذه الحلقة هو استكمال للحلقة اللي ماضية كانت تتعلق بأسلوب العمل المطلوب. قلنا أنه يفترض إذا وصل العمل إلى مرحلة معينة متقدمة على الشراكسة في جميع دول الشتات أن يختاروا مجلس أو هيئة لتعمل على القضية، ويجب على هذه الهيئة أن تكون منتخبة من جميع بشكل مباشر من جميع أقطار الشتات. إذا كان ما استطاع أي قطر من أقطار الشتات أن يسمي مندوبه لأي سبب كان، يمكن الاتصال بمؤسسات العمل المدني في ذلك القطر والطلب منهم تسمية شخص موجود في المنطقة اللي يمكن فيها لهذه الهيئة العمل. وطبعا يشترط في من يريد أن يتولى هذا العمل أولا أن يمثل قطاع عريض من الأمة الشركسية في منطقته، واثنين يكون مستعد للتفرغ للعمل بشكل دائم يومي كأنما هو موظف في أي شركة أو مؤسسة حكومية. ثلاثة، يفترض في الهيئة المشرفة أن تدفع لهذا الشخص راتب أو مصاريف تعادل ما يمكن أن يتلقاه لو مارس أي عمل آخر في أي مكان آخر في بلده أو في بلد آخر، يضمن له هذا الراتب معيشة كريمة له ولأسرته ومشابه للمجتمع اللي يعيش هو بوسطه. أربعة، يجب أن تكون عضويته في الهيئة أو في هذا المجلس مدى الحياة، بمعنى أن يكون متفرغ كليا ولا يعمل أي شيء آخر كأنما هو يشتغل للقطاع العام أو الخاص. وهذا المطلب الحقيقة ضروري حتى يضمن البرنامج اللي عم يشتغل عليه هو يضمن صفة الدوام. وطبعا إذا كان قام سبب صحي أو قانوني يحول دون عمله أو استقال ممكن استبداله. نمرة 5، يفترض في هذا الرجل أو هذه السيدة أن يتقن اللغة الشركسية محادثة على الأقل إلى جانب لغة عالمية أخرى. الأعضاء المنتخبين والذين يجتمعون في مكان ما في بلد مضيف يفترض فيه أن يكون يتمتع بمناخ سياسي نسبيا أفضل من غيره، يعني بمعنى أن يكون سقف الحرية مرتفع في هذا القطر وسهولة الحصول على سمات الدخول والزيارة وإلى آخره والتنقل. وهذا يبعدنا عن مع الأسف عن أي من جمهوريات الوطن الأم، والسبب طبعا معروف، لأنه حتى لا يتعرض أعضاء هذا المؤتمر أو الجهاز أو الهيئة لأي ضغوط سياسية أو أمنية. عندما نتحدث عن هكذا هيئة مع الأسف يخطر في بالنا دائما وبشيء قدر كبير من الألم إنجازات الجمعية الشركسية العالمية. على مدى 20 سنة كانت إنجازاتها، أو أقولها بكل أسف متواضعة، بيانات، قرارات مفعمة بالأمل، جمل إنشائية مقنعة بتحمس كذا، ولكن لا تجد طريقها إلى التنفيذ. لذلك احنا بقول ضآلة الإنجاز بالمقارنة مع ضخامة التوقعات بتدفعنا إلى القول إذا كنا لازلنا نؤمن بأنه الجمعية الشركسية العالمية هي الإطار أو الوعاء اللي لازم يقود هذا العمل، فأول شيء
يجب أن نعمله هو أنه نخرجها من روسيا الاتحادية أو من جمهوريات الشركسية، ونضعها في بلد آخر سقف الحرية فيه مرتفع. البدائل الأخرى موجودة في أقطار كثيرة. كمان بدنا نقول أنه يشترط في أعضاء الهيئة أو المجلس هذا أن يشكلوا مجموعة متجانسة قادرة على العمل مع بعضها من أصحاب الخبرة في مختلف جوانب القضية، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، قانونيا، إضافة إلى خبراء في الأرشفة، خبراء في الخرائط ورسم الحدود، خبراء تاريخ، كل ما يلزم، ولا ننسى الإعلام طبعا، كل ما يلزم لقيادة هذا العمل الطويل. ونحن في هذا الإطار لازم أقول ما لازم نتوقع نتائج فورية، لأنه هاي قضية مع الأسف أهملت سنوات طويلة ولم يحصل عليها عمل مدروس صحيح إلا من قبل أشخاص متحمسين في مناسبات متباعدة وجهود مبعثرة. هذا المجلس أو الهيئة يجب أن يشهر ويوصل أعضاؤه لصفة العالمية عن طريق الأجهزة والأساليب الإعلامية، أهمها أنه ينعمل موقع إلكتروني عنكبوتي، وهذا الموقع تتم تغذيته يوميا بالمعلومات والتطورات وكل ما يلزم لقيادة الكفاح. حتى هذا المجلس يستطيع أن يحضر ملف ينطوي على لمحة تاريخية حول تواجد الشراكسة في منطقة الشمال الغربي القفقاس، والأدلة والأثباتات التي تشهد على طرد الشراكسة من بلادهم، والأساليب المختلفة اللي لجأت إليها روسيا بمساعدة السلطنة العثمانية والتآمر الإهمالي من قبل بريطانيا وفرنسا اللي أدى إلى المأساة. أيضا لازم تحدد مطالب الأمة في الوطن وخارجه، والتي تشتمل أولا على حق العودة قبل كل شيء، والتملك والمواطنة والإقامة والتعويض على أحفاد كل اللي فقدوا أراضيهم بيوتهم أو قتل منهم ناس. احنا بنقول الاحتراف والتفرق. ليش؟ مع أنه حتى الآن يعني العمل على القضية كان تطوعيا، وأنا هنا لازم أقدم التحية والاحترام والإجلال لكل الذين أوصلوا قضيتنا وعملنا ووجودنا الشركسي ومؤسساتنا المدنية والتراث الفني والتراث الأدبي إلى هذه المرحلة. لهم منا كل التقدير وكل الامتنان، وكلهم وأغلبهم جنود مجهولين قدموا التضحيات الجسام. لكن العمل المستقبلي زي ما أسلفت له اشتراطات أخرى وله مطالب أخرى. والسبب، خليني أعدد بعض الأسباب. المتطوع شخص بيقدم جزء من وقته، ما بيقدر يقدم وقته كله. تنين، في كثير من الأحيان لا يمكن محاسبة المتطوع. إذا تلفن لاجتماع قال والله ما بدي أجي الليلة، ما حدا بيقدر يقول له ليش. المتطوع أيضا في أغلب الأحيان إنسان غير مختص في العمل اللي بيقوم فيه، وأحيانا بيكون متقاعد، فبالتالي يعني كبير السن وعطاؤه مش كامل. خليني على حساب الإطالة أذكركم بالأخبار اللي جاءت قبل مدة عن موافقة البرلمان الفرنسي على تجريم كل من يتنكر للمأساة الأرمنية. هذا حقيقة إنجاز كبير جدا
لجيراننا الأرمن في قضيتهم ضد السلطنة العثمانية التركية. قضيتهم فعلا من 1915 يعني قريبة من قضيتنا، وإن كانت قضيتنا أقدم، إلا أنه يعني مرق عليها 96 سنة الآن أو 97 سنة. هم استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الإنجاز التاريخي عن طريق العمل المبرمج السياسي المنظم الذي كانت له عدة جوانب مهمة متضافرة. مع أنه الجانب التركي بيقول أنه عدد القتلى في هذه المذبحة اللي صارت مش 1.5 مليون كما يدعي الأرمن، هم 300,000. لكن احنا العدد ما بيعنينا الحقيقة، ولكن الأتراك بيقولوا انه هذه الأحداث أو وفاة 300,000 شخص حدثت بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى، الفوضى والمجاعة والعنف اللي صار، هذا اللي أدى. أيضا الحكومة التركية العثمانية في وقتها قدمت بعض الضباط إلى المحاكمة وحكمت على عدد منهم بالسجن مدد مختلفة، ولكن هذا لم يقنع النشطاء الأرمن، وبقيوا يعملوا ويعملوا ويعملوا حتى وصلوا إلى هذه المرحلة، وهم طبعا أكيد ما راح يتوقفوا عندها. حبيت أورد هذا المثال بس للتدليل على أهمية العمل المنظم، مع أنهم هم بدأوا الأرمن يعني بشكل عنيف، واكتشفوا بعدين أنه العنف لن يكون في صالحهم. أشكركم على حسن استماعكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.